خلي بالك النقطة دي مهمة جدا جدا يا سهام، لأن في ناس اما يتقال لها لا ما تصومش وافطر من الدكتور بيحس ان دي جريمة. على فكرة مش جريمة، ده رخصة ربنا اللي عملها لنا. يعني أنا هقول لك تجربتي الخاصة في الحتة دي تحديدا. يعني أنا عندي بابا الدكتور قايل له ما يصومش لأنه برضو مريض قلب. فمش عايزه اقول لك احنا بنقنعه كل سنه انه ما ينفعش تصوم، وهو كل سنه يقول لي طب كلمي الدكتور كده اساليه هينفع السنه دي اصوم؟ ما هو نفس الحاله، احنا ما اتغيرناش، الحاله هي ففعلا بتبقى مشكله كبيره جدا عند الناس ان هم يفطروا في رمضان. لكن هم لو عرفوا ان الفوائد اللي ممكن تحصل من عدم صيامهم، وايضا الاضرار اللي ممكن يتجنبوها من صيامهم، يعني بالتأكيد هيقتنعوا. واحنا معانا الدكتور احمد علشان يقول لنا الموضوع ده. يعني يا دكتور لسه كنت بقول لهم على ان انا بحاول اقنع بابا كل سنة ان هو ما يصومش، وحضرتك قايل له ان هو لازم يعني يفطر. اللي زي الحالة دي نعمل فيها ايه؟ هو طبعا اللي بيحدد الصيام من عدمه في ظل الامراض او كده هو الطبيب المعالج، وربنا سبحانه وتعالى قال ليس على المريض حرج. فطبعا اللي لما الدكتور يقول لحد لازم تفطر، الموضوع كده يعني حتى ان الله يحب ان تؤتى رخصه. يعني احنا لما ما نسمعش كلام، لما اقول لك افطر وما تفطرش فكده انت مش شاطر ولا انت كده باكثر ايمانا من الاخرين. هو طبعا اللي مش مفروض يصوم هم اللي في بعض المرضى المزمنين اللي هم عندهم قلب وسكر وضغط ويبقى عندهم شويه مشاكل في الكلى والسن كبير وكده، بيبقوا بياخدوا ادويه في كذا مره في اليوم، مش مره واحده ولا اتنين. وبيبقى عنده مثلا اللي هو برضه في السن الكبير لو حصل جفاف او كده، ده بيبقى عرضه للخطوره، مش بس القلب، عرضه خطوره على المخ وعلى كل التمثيل الغذائي في الجسم وكده. فطبقا لقرار الدكتور بيقدر ان هو ياخد القرار هل يقدر يصوم ولا ما يصومش. لو العلاج بيتاخد مرتين في اليوم وبيقدر يحافظ على كميه السوائل في جسمه ومفيش مجهود زياده او كده، ممكن يصوم عادي. لكن في بعض الحالات لما بقى انا بدي العلاج اكتر من مرتين 3 في اليوم، وان هو بيبقى فيه جزء من ان ممكن يحصل جفاف. الجفاف خطر جدا في السن الكبير، وخاصة في مرضى الكلى كمان والقلب، الجلطات بتاعة الشريان التاجي او جلطات الدماغ او جلطات الساق. فده طبعا بيفضل ان هو ما يصومش. والسكر لو هو متظبط على جرعتين اوكي، مش متظبط برضو ما يصومش. والضغط يا دكتور؟ الضغط الدم لو مستقر وبياخد صنف او صنفين يصوم عادي جدا، بس بيظبط علاجه. اللي بياخده صباحي ياخده مع اذان الفجر، واللي بياخده مسائي ممكن ياخده مع اذان المغرب. طب خلينا اقف معاك عند النقطه دي يا دكتور. اللي بياخده صباحي ياخده مع الفجر، يعني قصدك بعد السحور بقى صح؟ بعد السحور اللي هو مع الفجر، يعني قصدي اقول باخر شويه العلاج. يعني لان في ناس بتسحر الساعه 2، فهو السحور يبقى الساعه، يعني يبقى الفجر بيبدا 5، يبقى ناخده مثلا 5 ل 10 كده يعني. تمام. اصل انا كان في حد شغال صباحي يعني. بالظبط، كان حد بيكلم معايا في النقطه دي، بيقول لي يبقى انا المفروض ان انا اخده الفطار، أو يعني طالما انا باخده الصبح مع وجبه الفطار يبقى اخده مع وجبه الفطار في رمضان. كده معلومه غلط عندهم صح؟ هو حضرتك يعني هو في حاجات مش بتفرق كتير وفي حاجات بتفرق. لو هو يعني مثلا ادويه الضغط فيها كلام او قولان، اخده بالنهار ولا اخده بالليل. في بعض الدراسات قالت بالنهار عشان حاجه اسمها السيركيديان ريزم، اللي هي الدوره اللي هي المخيه، اللي هي بيبقى فيه فوقان اكتر بالنهار. ربنا خلقنا كده نبقى فايقين اكتر بالنهار، يبقى فيه كورتيزون بيزيد بالنهار، فقال لك يبقى الضغط هيبقى بالنهار اعلى من بالليل فناخد الدواء بالنهار. وفي بعض الدراسات قالت ان السكتات الدماغيه او القلبيه بتزيد بالليل فناخده افضل بالليل. لكن كده في الطبيعي ان دواء الضغط بيشتغل 24 ساعه، فبيغطي بالنهار وليل، فمش مفروض ابدا يفرق كتير، الا في حالات اللي هي ان انا مثلا باخده على معده فاضيه، فالمعده الفاضيه دي يفضل على الريق.
تمام. لكن لو مش فارق الاكل بيتاخد نهار او ليل مفيش مشكله. طيب دكتور، احنا في رمضان بيبقى فيه المشروبات كتير والعصاير والشاي والقهوه بعد الفطار، طبعا الناس بتحب تعوض حرمانهم من المشروبات دي اثناء ساعات الصوم. هل في مشروبات غير صحيه لمريض القلب؟ العرقسوس ده بيرفع ضغط الدم. العرقسوس بالاسم كده بيرفع ضغط الدم، يعني حتى اللي ضغطهم واطي بننصحهم يشربوا عرقسوس. وطبعا الكركديه بيظبط ضغط الدم. طبعا في بعض المعلومات الشائعه اللي احب اوضحها للساده المستمعين، ان في ناس متخيله ان الكركديه ده بيعالج الضغط. الكركديه ده يعني الدراسات كده بالظبط ان هو بيقلل الضغط من 4 ل 5 ملم زئبق. ف 4 ل 5 ملم زئبق ما يعالجش الضغط ال 150 ولا ال 160، ده يعالج الضغط لو كان 125 130، لو 150 يساعد، بس لازم العلاج لازم العلاج لازم العلاج. طيب بالنسبه للقهوه والشاي والحاجات دي يا دكتور، بالنسبه لمريض القلب او حتى العادي في العادي بعد الفطار، ايه رايك فيها؟ القهوة والشاي مش ضارين ابدا على المرضى بصورة عامة، لكن القهوة والشاي دول فيهم منبهات، والمنبهات ممكن ترفع ضغط الدم، لان المنبهات يعني بتنبه الحاجات اللي هي ضربات القلب، وبتزود الكافيين والزنسين، دول بيزودوا ضربات القلب وبيرفعوا ضغط الدم شوية. لو حد بيشتكي من ضربات قلب سريعه، طبعا لو شرب منبهات دي هتزود ضربات قلبه، وممكن تدخله في اتاك لو هو بيخش في ضربات قلب سريعه، وبترفع الضغط للي ضغطه عالي. لكن اللي مظبط ضغطه او اللي ضغطه عادي او في الطبيعي لا يشرب. لكن اي حاجه الاكثار فيها ضار. يعني نقدر نقول يا دكتور كام كوبايه شاي وكام فنجان قهوه بعد الفطار؟ اللي هو النورمال يعني يا دكتور. كام بالظبط، يعني الرقم بالظبط يعني طبعا غير محدد بالتفصيل بالظبط، لكن انا بشوف ان هو مثلا مفيش مانع ان احنا نشرب فنجان قهوه وكوبايه شاي او كوبايتين شاي، لكن للسليم ما يجيش واحد ضغطه مش مظبط وانا قاعد اظبطه ومش عارف وادي له علاج كذا وكذا وكذا، وهو يروح يشرب منبهات ترفع ضغطه. ما يجيش واحد عنده ضربات قلب غير منتظمه. القهوه ممكن تؤدي لخبطه او زياده في ضربات القلب. فمن هنا ان انا الشاي والقهوه لما الدكتور يقول لحد ممنوعين يبقوا ممنوعين، لكن لما في الناس العاديه لا مش ممنوعين ابدا. واي حاجه الاكثار فيها غلط، حتى الفيتامين، يعني الفيتامينات لو خدت فيتامينات بكميه كبيره ضاره بالصحه. فاي حاجه الاكثار يعني لا تفريط ولا افراط، يعني ما نزودش لا كتير ولا قليل، كل حاجه بالقانون كده زي ما بيقولوا بتبقى كويسه. طيب اخر حاجه بقى يا دكتور وحضرتك معانا، تدينا شويه نصايح كده لمرضى القلب وايضا للاصحاء اللي احنا مش عايزينهم يتعرضوا لامراض القلب. طبعا الاصحاء يعني دايما بنقول ان الوقايه خير من العلاج، وان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. فمن هنا بنحب الحياه الصحيه. الحياه الصحيه دي بتتمثل في الرياضه، في البعد عن التوترات، في البعد عن التدخين، في الاقلال من الدهون، في منع تماما السمن الصناعي، في ان احنا ما يبقاش فيه تخن، ما يبقاش فيه اوفر ويت. كل حاجه دي الحاجات دي اسمها الحياه الصحيه. الحياه الصحيه وهي التهويه الجيده، وان هي يبقاش فيه تدخين، ويبقى في حاجه اسمها الداش دايت اللي هي التغذيه الصحيحه اللي هي الخضروات والفواكه الطازجه. وفي برضو حاجه ان الطعام يفضل مسلوق، يعني لما اكل خضار سوتيه احسن ماكله مسبك او كده. وبرضو المشوي، وابعد دايما عن المحمر، وابعد دايما عن الحاجات الدسمه. صحيح. دي نصيحه عامه لكلنا من يوم ما نتولد لغايه حتى لو مش مرضى. صحيح. حتى لو مش مرضى او مرضى. بالنسبه بقى للمرضى، طب خليني بس اقف معاك عند النقطه دي، ان احنا خلاص داخلين على نشره الاخبار. بشكرك الاستاذ دكتور احمد البربري، استاذ امراض القلب، كليه الطب، جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. شكرا يا دكتور.